ممكن بعض الناس يقول دكتور شلون اكو بيها مو بالليزر هاي العمليه؟ لا، اكو جزء جراحي مسمى جزء جراحي، هذه التسع ثواني تشمل الليزر فقط. وظيفه الجراح هنا يطلع هذا اللنتيكيول، التقطيع اللي صار في قلب القرنيه، بالضبط كانما نقص فد قطعه في داخل في قلب هذا النسيج. كل الموضوع بالليزر، بالفيمتوسكند ليزر، بالسمايل برو. هذا كانما في جيب القرنيه، في داخل جسم القرنيه. شلون واحد يسوي في بوكيت، جيب او بداخل النسيج، هذا شلون يطلع؟ هذا موجود داخل القرنيه. هذا اللي يتقطع بالليزر بهاي الطريقه التسع ثواني. احنا سوينا الليزر التسع ثواني ما راح نقدر نحصل تصحيح نظر الا ما الجراح شو يسوي؟ يستخرج هاي القطعه اللي يقطعها الليزر. فبهذه البساطة أنه هو الموضوع الجراحي هنا بس إزالة هذه اللنتيكيول، مع أنه الموضوع جدا بسيط، بس يراد له خبرة من الجراح حتى يزيلها بالكامل، لأن هي تقريبا خفيفة جدا، خلينا نقول ما تتجاوز 50 مايكرون في بعض الحالات. يعني بخف قطعة الكلينكس الجراح لازم يكون حاذق جدا حتى يطلعها كاملة، قطعة كاملة، بدون ما يخلي بقايا لهذه القطعة اللي قطع الليزر حتى يتوخر من جيب القرنية. يعني صح هو بسيط، بس يحتاج خبرة من الجراح حتى يقدر يطلعه كامل وبكل سلاسة وبكل دقة.